اخسر سنين، لا اعز زمايلي عشان خاطر الفلوس. من صغري أطمح للدراسة بالخارج، ولما كبرت هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله؟ هل لك صدقات تخفى لا يعلمها إلا الله؟ خلاص بسرعة وانزل، انا تحت في السايبر. حاضر انا جاي دلوقتي جاي. انا رايح الجيم. اديني بس يا قلبي، وهيكون مكان تاني ماشي. ايه يا عم التأخير ده؟ الطريق المول يا عم هو. ماشي انا اشتغل طرق كسبك، الناس لك كلب زي ده، كدبت على امي وقلت لها رحت الجيم، ولابسك كلب ما يستاهلش. انت يا خرا انزل لي على السايبر دلوقتي. لسه مش قادر اجي النهارده. هي مش هتنزل يعني؟ يوسف يا اسطى ورايا شغل. خلاص غور في داهية. قفل في وشي كمان. انا ده انا صح؟ ايوه مالك كده الشك كده في مفيش يا اسطى. كويس انت كداب. لما تيجي تقعد تقرف نفسك وتذل في نفسك عشان في الاخر خاطر تاخد حته عين ما قدركش، انت تقعد تقرف دماغك ويجيلك نوتيفيكيشن انك تشتغل وتسيب شغلك. لحد امتى هنفضل نقرف نفسنا ونذل في نفسنا على شويه ناس ما يستاهلوش؟ كفايه بقى، كفايه. ابوس ايدك ما تسيبنيش، اوعى. خلاص انتهيت. سلام يا صاحبي. وفي ناس دلوقتي هتفكر تفكيرين، واحد هيفتكر ان انا بعته عشان انا اللي بجري ورا الفلوس، وفي ناس تانية هتفكر ان انا بعته عشان هو بيجري ورا الفلوس. والحقيقة الصادمة ان انا اللي بعته عشان انا اللي بجري ورا الفلوس. وقبل ما تشتمني او تقول عليا كلام مش كويس، تابع الفيديو معايا للاخر عشان تفهم وجهة نظري. خلينا متفقين دلوقتي ان كلنا لنا صحاب وكلنا لنا معارف. في فرق بين الصحاب والمعارف، بس لما يكون لك صاحب قريب قوي، صاحب قريب جدا منك، زي ما بيقولوا البيست فريند، بتلاقي نفسكم خارجين مع بعض، جايين مع بعض من المدرسة من الجامعة، وما فيها يا باشا ان احنا الاتنين مش نفس المنتاليتي. لما يكون العقلية انت عقلية، انت ليك هدف وهو ليه هدف تاني، ساعتها انا اللي بقول لك يا باشا وخدها مني نصيحة، ابعد عن الشخص لانك هيحصل بينك وبينه قدام خلافات. وللاسف انت عشان بتحبه هتضغط على نفسك وهتيجي على نفسك، وهو هيفكر ان دوت المفروض اللي يحصل، لحد ما تيجي في لحظه وتنفجر. ساعتها لما تتخانقوا هتبعدوا عن بعض. عشان كده لازم تحط حدود لاي علاقه تحصل بينك وبين اي صديق. الفكره وما فيها بين كل اصدقائي المقربين، المشكله اللي كانت بتحصل ان انا بحاول اشتغل على نفسي، اطور من نفسي، اشوف مستقبلي من صغري، عايز أأمن مستقبل لنفسي. اللي بيحصل ان يجي مثلا في حجز كورة او ساعة بلاي ستيشن او اي حاجة، وانا ارفض علشان انا مش ورايا وقت او لسه جاي من الشغل تعبان مثلا، فعايز الحق طبعا انزل الفيديو دوت قبل ما انام او الكلام ده، وهو بيقول لي يلا بلاي ستيشن، فانا لما اجي ارفض يزعل ويتقمص في داهية يا باشا. وللاسف انا كنت بسكت وبقول عادي احنا اصحاب ما في ملناش غير بعض، واجي على نفسي واجي على شغلي وانزل اروح العب معاه واخرج معاه، ومره على مره اضغط على نفسي لحد ما هو بدأ خلاص حس ان الحوار دوت بقى لازم ومجبر. فلما جيت في مره رفضت، زعل واتقمص وقعدت اصالح انا فيه مع انه هو اللي غلطان، وصالحت فيه لحد ما
بدأ يتقل في الكلام وبدأ اسلوبه هو اللي يتغير، وانا للاسف فضلت تحت امره لحد ما هو بمره انفجرت. وساعتها قررت ان انا ابعد عنه تماما، وساعتها هو راح عمل لي بلوك. ومش هو بس، نفس الحركه دي حصلت مع كل اصحابي. عشان كده لما جه في مره صديق مقرب عمل معايا الحوار دوت، انا اللي بدات بالحوار قلت له في غاره يا باشا في المركب اللي تودي. نصيحه مني ليك، لما يكون ليك صديق مقرب مش قادر تاخد منه موقف عشان انت بتحبه، يا باشا في غاره الناس دي هتتعبك وهتقرفك، وتفكر ان انتوا كده انتوا صحاب حلوين او نفسك ثم نفسك ثم نفسك. طالما هيجي على شغلك ومستقبلك وحياتك مقابل ان انتوا تروحوا تضيعوا وقت وتلعبوا وتخرجوا، قمص في داهيه. مش بقول لك اعمل الكلام ده في كل الاوقات. المشكله يا باشا ان انا واحد شاب زيي، اكيد برضه انت اكيد برضه بتعاني من نفس المعاناه. بشتغل 6 الفجر وبرجع الساعه 9 بالليل، يا دوبك الحق اخلص بسرعه من 9 بالليل لحد الساعه 11 الحق اعمل لك الفيديو اللي انت بتتفرج عليه دوت. ويا دوبك بقى يوم على التاني مونتاج في صوره مصغره في سكريبت في تصوير، وبتعب على نفسي وباجي على نفسي، مع اني والله ببقى هاجي هموت وانام، ولكن اقول لا مش فارقه واصور. لدرجة ان انا جت عليا ايام وكنت بعيط من كتر ما انا كنتش عايز اروح الشغل، وكنت تعبان ومرهق نفسيا وجسديا. فنصيحة مني ليك، لو لقيت ليك صديق بيعاملك نفس المعاملة وانت عشان بتحبه بتيجي على نفسك عشانه ومفكر ان هو يفتكر لك الكلام ده، فانا بحب ابشرك ان عمره ما يفتكر لك الكلام ده مهما كان مين، لانه هو مش نبي. نفسك ديت هي اللي اولى بالشعور اللي بتديهوله لزميلك اللي ما بيقدرهوش دوت. انا ما بعتوش عشان الفلوس، ولكن انا عايز اوصل لمستقبلي علشان ابدا اكون فلوس بنفسي بعد كده. لا هما كده مفكرين ان انت كده بتبيعنا عشان خاطر الفلوس. عشان كده يا باشا بقول لك صاحبك الحقيقي هو نفسك.